السلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. جبت لكم هذا الفيديو راه قديم من الشتاء درته وما حطيتوش. هذا وين حبيت نحطه، عندي قريب 6 شهور ما حطيتش فيديوهات. الوغ راكم عارفين الظروف اللي راني فيها، هيا حبيت نحطه لكم وهكذا نشارك معاكم البيتزا هذه. شوفوا انا حطيتها النص كاس تاع الحليب يكون دافي، ملعقه خميره، ملعقه تاع السكر، ونخلوها تتفاعل مليح الخميره. من بعد نخلطها لهنا كما راكم تشوفوا. ابخي بعد ما تفاعلت الخميره ايتو نضيف الفرينه بالتدريج. هذا مكان هنا درت شويه، نبقى نخلط فيها. هذه العجينه راها ما تحتاجش ان نعجنوها، جوست هكذا نخلطوها بالمغرفه. شوفوا انا خلطتها ومن بعد نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه ما تكونش قاسيه. هنا ضفت انا 3 ملاعق تاع الزيت. شوفوا نديرها بيديه كيما هكذا. من بعد ضفت لها شويه تاع السكر. شوفوا هاي العجينه ما عجنتها ما والو، جست درتها بيديه. هذا مكان خليتها ترتاح شويه. شوفوا العجينه راها طريه تكون تتلاصق في يدينها. شوفوا كيفاش. هنا دوكا نحطها في البلون طرافاي، ندير الفرينه نحطها في البلون طرافاي. المهم عندي انتم ديروا كيما تحبوا، فلفل، بصله. هنا لاصوص طوماط هذه خدمتها، راني حطيتها في القناه، روحوا شوفوها كيفاش تجي هايله. هذه لاصوص اللي تاع البيتزا، يعني فيها البصله، فيها الثوم، فيها كلش. يعني تحبوا تشوفوا الطريقه كيفاش. هنا درت الفرينه في البلون طرافاي ونحط العجينه. شوفوا كيفاش راها تتلاصق في اليدين. مهم كيما راكم تشوفوا. لهنا دوكا نقسمها باش نكون البيتزا نتاعي. هادو هما درت كرات ومن بعد جبت الصينيه، درت فيها واش اسمه البابي كويسون. هذاك درت له شويه فرينه باش ما تلصقليش، على بالكم راها تتلاصق هذيك العجينه. ونبقى نحل فيها بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. والحواشي هذوك نخلوهم شويه اخشان. ابخي درت لاصوص هذيك، درت لاصوص طوماط كما عادي، كما ما عارفين نديروها. مهم هكذا. هنايا بعد درت شويه في الحواشي لاصوص طوماط. اسمحوا لي البنات والله مانيش، راني جست حبيت نحط له فيديو تاعي باش ما نخليش القناه نتاعي بلا فيديوهات. كما قلت لكم هذا الفيديو راه قديم، حطيته مازالني مانيش نصور. المهم لا بروشين ان شاء الله نحاول اني نصور فيديوهات جديده ونحكي لكم على كلش ان شاء الله. هنا شوفوا درت الموتزاريلا، درت لاختيشو، درت فلفل احمر، فلفل اخضر، ديروا زيتون، اي حاجه. مهم كي تحطوها في الفوق حطوها على 200 درجه باش تطيب لكم بالخف، ما تيبسلكمش، تجيكم طريه العجينه. البيتزا تجيكم طريه. هذا هو السر نتاعها باش ما تجيكمش يابسه. ديروها على 200 درجه طيب من تحت، ابخي شعلوها من فوق وتتحصلوا على بيتزا واش نقول لكم هايله. شوفوا لهنا هاني نوريها لكم، تجي هشيشه وطريه. المهم البنات ما تنساوش في الجام التعليقات نتاعكم والاشتراك اذا راكم مش مشتركين. وهذه هي البنات، وان شاء الله في فيديو قادم. وان شاء الله نحاول اني ندير فيديوهات ونحكي لكم على كل شيء. مهم شوفوا كيفاش المنظر تاعها. مهم علي بسلامه.